السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة النهاردة كارثة بمعنى الكلمة. كمية غل وحقد وكراهية غير طبيعية. مفيش إنسان ممكن يحمل كل الغل والضغينة دي. والغل لما بيكون من أقرب الناس لينا أو من حد احنا ما نتوقعش ان هو ممكن يحقد علينا بالشكل ده، بتبقى أذيته وحشة جدا وصعبة جدا، زي اللي حصل بالظبط في الفيديو اللي معانا النهاردة. الفيديو اللي معانا النهاردة واحدة بتحكي ان هي كانت بتعمل أعمال لناس قريبين منها بسبب غلها وحقدها عليهم. اللي معانا في الفيديو دي واحدة أذت ناس كتير ودمرت بيوت ناس وخربت بيوت ناس كتير. سلفها ما سلمش منها، أذته أبشع الأذية. سلفها كان متجوز واحدة حلوة ومتعلمة وبنت ناس. صاحبة الفيديو اللي معانا دي ما كانتش متعلمة، فغارت من سلفتها وحبت تأذيها. يعني الغل والحقد جواها كان أكبر من إن هي تسيطر عليه. فراحت لدجال وقالت له أنا عايزة أعمل سحر، عمل لفلانة. قال لها ماشي، عايز حاجة من قطرها. فجابت الطرحة بتاعتها وادتها للشيخ، اللي هو مش شيخ، يعني ده دجال، ما ينفعش نقول ان هو شيخ. المهم، فعمل لها العمل، عمل نجس، اللهم احفظنا. آه، كانوا بيمارسوا العلاقة أثناء البريود بتاعتها، وبياخدوا الحاجات دي يعملوا عليها الأعمال. عملت لأول واحدة من سلايفها العمل ده وخربت بيتها، وعملت لسلفها كمان اللي هو أخو جوزها عمل بالسحر إن هو يفشل في تجارته وإن هو يخسر ويفلس. حصلت طبعا مشاكل بين سلفها ومراته، وكان بيضربها وبيعذبها لحد ما اتطلقت. سلفها ده اتجوز تاني. اللي اتجوزها التانية دي كانت برضو جميلة ومتعلمة، معاها شهادة عالية وبنت ناس وتقية جدا بشهادة الست اللي هي معانا في الفيديو دي. المهم ان هي برضو غارت منها، والغل والحقد برضو اشتغلوا عندها، وحبت ان هي تأذيها. فراحت برضو لنفس الدجال ودفعت نفس الفلوس وقالت له ان هي عايزة تعمل لها عمل. وفعلا عملت لها عمل عمل بالمرض، واتصابت اللهم احفظنا بالكانسر. قعدت سنة تتعذب، وكانت بتشوفها قدامها بس ما كانتش حاسة بحاجة، يعني عادي. ما حستش بالجرم ولا بفظاعة اللي هي عملته غير لما الإنسانة دي ماتت، لما سلفتها دي ماتت. قعدت سنة تتعذب قدامها، وكان بالنسبة لها الموضوع عادي، وكانت فرحانة ان هي العمل اللي عملته اشتغل والدنيا باظت والست ماتت. كمان اخوها مسلمش منها ولا مرات اخوها. صاحبة الفيديو اللي معانا دي بتقول ان هي ليها 4 اخوات بنات، يعني هم 5 بنات وولد. اخوها ده كان متجوز واحدة كانت برضو حلوة، بنت ناس ومتعلمة وشهادة عالية، وكانت مامة الست اللي معانا في الفيديو ده كانت بتفضل مرات اخوها عليها هي واخواتها، لان مرات اخوها دي كانت كويسة جدا، وكانت كويسة مع حماتها، وكانت بتشوف بتراعيها وبتشوف مصالحها، كانت انسانة كويسة، فكانت بتفضلها على بناتها. فغارت منها، فراحت عملت لها برضو عمل آه، بالجنون، اللهم احفظنا. لحد ما مرات اخوها طفشت ومحدش من اهلها ولا هم كمان يعرفوا هي راحت فين. طب ليه كل الأذية وليه كل الحقد والغل ده؟ يعني هل معنى ان البني آدم ممكن يغير من حد انه هو يأذيه؟ ما إن احنا ممكن نغير عادي، خلاص الغيرة اللي هي الطبيعية دي، لكن ليه بنوصل لحد الأذية؟ يعني انا مش لاقيه لها اي مبرر.
مفيش اي مبرر ان الواحد يأذي بني ادم. ومش دول بس، دي اذت ناس كتير وخربت بيوت ناس كتير ودمرت الدنيا. هي دلوقتي جايه بتقول انا عايزه اتوب. تتوب ازاي؟ يعني انا مش يعني سبحان الله، طبعا الرحمه والمغفره دي بايد ربنا، بس بعد كل الخراب وبعد كل الاذيه وبعد كل التدمير اللي هي عملته ده بتسأل عن توبه؟ وهي خايفه تروح مشيخة الازهر تحكي. طب انت خايفه انك تروحي تحكي لهم، مش خايفه ان انت هتقفي قدام يعني قدام ربنا في يوم من الايام كل الذنوب اللي شلتيها دي هتشيلها؟ يعني اللهم احفظنا، زنت، خربت بيوت، اذت، موتت. طب ده يعني في ايه بعد كده؟ دي انت ارتكبتي كل المحرمات اللي في الدنيا. كانوا سلايفها كانوا بيعتبروها في مقام اختهم، فكانت بتدخل بيوتهم عادي، فكانت بتروح تعمل الاعمال وتروح ترميها في البيت. خلي بالكم يا جماعه من قرايب، يعني واحد والله مش عارف هيقولها ازاي، بس خلي بالكم من قرايبكم. يعني اكتر ناس بتخش بيوتكم هي اكتر ناس ممكن تأذيكم. ربنا يحفظنا يا رب، ويعني يشفي كل مريض وكل مسحور، وربنا ينتقم من كل ساحر. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. انا كنت بروح اعمل اسحار للناس. الدجال ده قال لي تعالي وهاتي لي حاجه من قطرها يعني وانا عندي الدوره كان بينام معايا. وانت عندك ايه؟ الدوره كان بينام معايا. والحاجه اللي بتنزل مني ومنه بيعمل عليها العمل. طيب ايه المشكله اللي عندك اللي انت عايزه تحكيها؟ وليه اخترتني انا بالذات عشان تحكي لي المشكله؟ انا اولا بتابعك من على صفحه هنا، انا من بتابعك وبشوف انت بتعمل فيديوهات في الفيوم. تمام. فجيت لحضرتك بما انك انت ممكن تساعدني في مشكلتي، لان انا لو رحت مشيخة الازهر مش عارفه اقول لهم ايه. انت مش عارفه؟ خايفه تروح مشيخة طبعا. طيب ايه المشكله اللي انت عايزه تحكيها؟ انا ندمانه قوي على اللي انا عملته، وان انا جايه فعلا ان انا احل مشكلتي لان انا خايفه من ربنا. تمام. انا كنت بروح اعمل اسحار للناس. كنت بتعملي اسحار للناس؟ بالظبط. وكنت بخرب بيوتهم بطريقه غريبه، اللي هو فعلا الدنيا كانت بتبوظ بسببي. لو انا طلقت ناس وخربت بيوت ناس واذيت ناس وجبت لهم مرض كتير، كل ده بالاسحار. طب اسالك سؤال، ايه بدايه القصه كانت معاك ازاي؟ انت متعلمه اصلا ولا مش متعلمه؟ لا انا مش متعلمه، وانا كانت سلفتي معاها كليه. سلفتك؟ فديت انا اذيتها بسبب ان كل واحده كان بيجيبها كانت بتبقى متعلمه استني انت اذيتي سلفتك الايه؟ يعني سلفك ده اللي هو اخو جوزك؟ وبعد كده مرتين وطلق بسببي. مرتين وطلق بسببي؟ طب المره الاولى عملت ايه؟ رحت للشيخ عندكم هنا. لا انت ما تقوليش الشيخ بقى، ما ينفعش تقولي الشيخ. لواحد دجال. رحت دجال. تمام. رحت وقلت له ان انا عايزه سلفتي ديت ما تقعدش في البيت وتخرب بيتها ويطلقها في اقرب وقت. فعلا عمل لي اللي انا عاوزاه. الكلام ده من كام سنه؟ من سنتين. المهم الدجال ده قال لك ايه؟ الدجال ده قال لي تعالي وهاتي لي حاجه من قطرها، وفعلا خدت له الطرحه بتاعتها ورحت له وعمل لي العمل. خدت ايه من قطرها؟ خدت طرحه. طيب العمل ده يعني ايه؟ يعني هو العمل مقابل خد منك فلوس كام العمل؟ 5000 جنيه في العمل. 5000 جنيه؟ بالظبط. علشان تعمل العمل ده؟ تمام. طيب وبعدين؟ تمام. المهم عمل لي العمل على نجاسه. على ايه؟ على نجاسه، عمل سفلي. يعني ايه بقى على نجاسه عشان نشوف بالي؟ يعني وانا عندي الدوره كان بينام معايا. وانت عندك ايه؟ الدوره كان بينام معايا. والحاجه اللي بتنزل مني ومنه بيعمل عليها العمل. انت عارفه انت بتقول ايه؟ انا عارفه، وانا جايه لك بقول لك وانا ندمانه. اكيد انا مش هاجي لك واحكي لك مشكلتي غير لما اكون فعلا ندمانه. انت عملت عمل، انت خلي بالك انت زنيت كده. ما انا بقول لك انا عايزه اتوب، بقول لك خايفه ان انا اروح مشيخة الازهر من اللي هيعملوه فيا. انت خايفه من رد فعلهم ومن ربنا لان انا فعلا اذيت ناس كتير. طيب ده العمل الاولاني. بعد ما عملتيه بقى ايه اللي حصل مع سلفتك؟ فعلا كان دايما بيقوم بينا وبين جوزها مشاكل بطريقه مستفزه، كان بيضربها وكان بيعذبها وكان دايما بيشك فيها ان اخلاقها مش كويسه. وراح رمى عليها اليمين مره واثنين وثلاثه. وطلعوا وانفصلوا؟ طلعوا وانفصلوا. استني، هو الاعمال دي كانت بترميها فين ولا بتحطها فين ولا هو اللي كان بيتصرف؟ لا انا كنت بحطها لهم في البيت. في نفس المكان. انت بتطلع بقى انت عشان سلفتها. ايوه وهي ما كانتش مخوناني بقى. ما كانتش مخوناني فعلا. هي دي المشكله. كان عمل يعني بالتفريق صح؟ بكل حاجه، بالتفريق والمرض وان هو يفشل في شغله وكل حاجه، وفعلا خسر كل حاجه. طيب ده سلفتك الاولى. طيب بعد ما خربت بيت سلفك وسلفتك واتطلقت، سلفك راح اتجوز تاني طبعا. وعملت معاهم نفس الكلام. الثانيه بقى ايه؟ كانت زي كده جاهله ولا كانت؟ لا كانت برضو من عندنا
ان انا قلت لك جهله، بس انت جهله. لا انا فعلا باللي انا عملته ده فعلا جهله. معلش يعني اصل انا لا فعلا جهله اللي بيعمل المواضيع دي جاهل يعني. كملي. بس برضو راح فعلا اتجوز من نفس المكان من ترسا، وجاب واحده بنت ناس جدا وكانت محترمه جدا وتقيه الله جدا. وانا فعلا ندمانه ان انا عملت فيها كده. عملت تاني؟ سلفتك التاني؟ بس ده انا عملت لها بالمرض. التاني عملت لها بالمرض؟ ازاي بقى؟ انا رحت له برضو، حصل نفس الحوار بيني وبينه. حصل ايه؟ رحت له قلت له ان انا عايزه اعمل سلفتي التانية، قال لي هو اتجوز، قلت له اتجوز، انا ما بحبش حد احسن مني. ليه؟ هو مرض، هو فعلا مرض. ليه ما تحبيش حد احسن منك؟ طب هي كانت زعلتك في حاجه؟ ولا اي حاجه. الاولى كانت زعلتك في حاجه مثلا؟ ولا الاولى زعلتني، والتانية كانت احسن واحسن، وكانت معتبراني ان انا اكتر من اختها. طب ليه؟ لدرجه ان انا ليه الحقد والضغينه اللي جواكي ده من الناس يعني؟ مش عارفه. ماشي كملي. عملت العمل التاني بقى بنفس الطريقه اللي هو برضو على نجاسه ودفعت له نفس الفلوس، ورحت لنفس الشيء الدجال ورحت لنفس الدجال وحصل نفس اللي حصل، وعمل علاقه معاك بالظبط. بالحاجات اللي بتنزل بيحطها مثلا على ورقه ولا منديل ولا حاجه ويعمل عليها بس. تمام. المره كان ايه بقى ولا هي حصل لها ايه؟ كان السرطان. لا اله. وعايزه اقول لك انها ماتت برضو. ايه؟ ماتت. تتكلمي بجد ولا بجد والله؟ ماتت؟ ايوه. قعدت قد ايه في المرض ده من بعد ما انت سحبت لها؟ سنه. يعني هي قعدت سنه مريضه. الاعراض ظهرت عليها من بدري، من اول ما عملت؟ لا من اول ما عملت. من اول ما عملت؟ عبال ما هو لف بيها شويه وراح الدكتور قال له ده هي في حاله متاخره لانه وصل للمعده عندها. وماتت. ماتت بعد سنه. هي كده ميته بقى لها 3 اسابيع بالظبط. ميته بقى لها 3 اسابيع. هسألك سؤال بس جاوبيني بصراحه. وانت بتشوفيها كده بتتألم قدامك وتعبانه وبيجروا بقى على الدكاتره، انت كبني ادمه احساسك كان فين ولا ضميرك كان فين بصراحه؟ لا انا ما حسيتش فعلا الا بعد ما هي ماتت. حسيتي بايه؟ بالندم بقى؟ ايوه. بس بعد ايه؟ ان انا قتلت، يعتبر انا قتلت روح وخربت بيت روح ثانيه. انت عارفه انت عملتي انت بتعملي كوارث. انت دمرت الدنيا ودمرت نفسي ودمرت نفسك وقدام ربنا هعمل ايه؟ عارفه المشكله فين؟ يعني مثلا هقول لك لو انت ما بتصليش، لو انت مثلا ما بتطلعيش الزكاه فرض ربنا، الحاجات اللي هي الحقوق اللي هي بتبقى متعلقه بربنا، اقول لك ماشي ربنا ممكن يسامحك ويغفر لك. بس المشكله اللي انت فيها دلوقتي دي حقوق عباد، بمعنى ان ربنا يملك المغفره والرحمه لاي حاجه، ولكن برضو اللي انا عايز اقول لك ان انت اتسببتي في اذيه ناس، والناس دي هتقف قدام ربنا هتبقى عايزه حقها. ما انا عايزه اتوب بس مش عارفه. هل انا ليا توبه بعد كل اللي انا عملته ده؟ انا عايزه حضرتك تساعدني بالله عليك، ساعدني وما تسيبنيش في كل اللي انا فيه ده. انا اذيت ناس كتير قوي وخربت بيوت ناس كتير قوي، هي وغيرها. بس انت في حد تاني اذيتيه؟ ايوه. يعني غير الاثنين دول انت اذيتي ناس تانيه؟ كتير. طب قولي اذيتي مين تاني بقى؟ مرات اخويا. مرات اخوكي؟ ايوه. يعني حتى مرات اخوكي واخوكي ما استلموش منك؟ خالص. ليه مالها مرات اخوكي؟ انا برضه عملت لها نفس الكلام بس هي دي سابت الدنيا كلها وطفشت. طفشت ازاي؟ ما حدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. تتكلمي جد؟ والله. ده عملت لها امتى العمل ده ولا فين ولا عملت القصه ازاي؟ هو برضه في بدايه ما اتجوزوا كده كنا احنا بنروح عند والدتي وكانت دايما مفضلها عننا. احنا 5 بنات. مفضله مرات اخوكي؟ لانها كانت كويسه، كانت دايما بترعاها ودايما بتشوف مصالحها وكده. فانا كنت بغير انها كانت كويسه. وانا كنت بغير منها ومن طريقتها، وبرضه انها كانت حلوه وبنت ناس برضه متعلمه وكده. فرحت عملت لها بالجنون. بالجنون؟ ايوه. لحد ما سبت البيت وطفشت ومحدش يعرف، لا احنا ولا اهلها يعرفوا عنها حاجه. دلوقتي طفشت بقالها قد ايه؟ بقالها يجي 4 شهور دلوقتي. 4 شهور. يعني انت بتعمل الاعمال دي في اوقات يعني يعتبر اللي هو ايه، انا فاضيه النهارده اروح اعمل عمل اراضي فلانه مثلا بتاع. بالظبط. مش عارفه حضرتك اعمل ايه؟ تعمل ايه في ايه؟ هل انا ليا توبه؟ والله بصي، دي حقوق عباد. انت عارفه في ربنا بيقول في 7 اجتنبوا ال7 الموبقات اللي هم المهلكات، يعني في 7 ذنوب كده ما ينفعش نعملهم عشان دول اللي بيهلكوا بردنا على جهنم على طول. اول حاجه الشرك بالله، ثاني حاجه السحر. يعني شفت السحر جريمته وعقوبته عند ربنا ايه؟ بعد الشرك بالله على طول. اعمل ايه حضرتك؟ ولكن برضه انا اقول لك ايه، يعني هو ده في واحد قتل 99 نفس وقتل 100 وربنا دخله الجنه، بس أنا مش عارف. بص انا اقول لك حاجه، انا هنزل لك الفيديو بس بالله عليك بلاش صورتي وبلاش اسمي وبلاش اي حاجه. انا ما قلتش اسمك ولا انت قلت اسمك في الفيديو، انا هعمل لك حاجه على وشك في الفيديو. ماشي. بس توبي بقى. ما انا بسال حضرتك هل انا ليا توبه واروح فين واعمل ايه؟ يعني انا مش مختص عشان انا جاي لحضرتك لان انا عارفه انك انت اكيد تعرف حد هيساعدني في مشكلتي. انا اكيد اعرف ناس، واكيد هنزل لك الفيديو على الصفحه عندي وهنشوف راي الناس ويعني نشوف المشايخ تقول ايه
معايا؟ يعني انت ما خفتيش من ربنا وخايفه من تروح مشيخه الازهر، يعني انت ما خفتيش من ربنا وما خفتيش من حد وخايفه تروح المشيخه عشان ايه؟ ما يبصلكيش بصه وحشه، صح كده؟ عيطي 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 يمكن تستريحي شويه، عيطي عيطي عادي. ما انا هقول لك ايه، بس هقول لك ايه، هقول لك ايه في الناس اللي انت اذيتيهم دول، الست اللي اتجننت ولا الست اللي مرضت وماتت ولا الاولانيه اللي طلقتيها، ليه يعني ليه؟ ليه الوحشه دي؟ ليه انتوا نفوسكم مريضه كده؟ ليه يا استاذه طيب؟ لا انا ندمانه قوي يا استاذه ندمانه، يعني ندمانه ازاي؟ ده انت ما سبتيش حد ما عملتوش سحر، مش كده؟ ما عنديش كلام يتقال تاني بعد اللي انتوا سمعتوه وشفتوه في الفيديو ده غير حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي كل دجال بيعين حد، وفي كل الناس اللي بتحب تأذي غيرها. خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من حياتكم، وما تدخلوش حد في حياتكم قوي، ولا تحكوا تفاصيل ولا اي حاجه من الكلام ده، وحرصوا من اقرب الناس ليكم، لان هم دول اللي قادرين ان هم يأذيكم بجد. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.